شرفت ونورت يا ابني. تعالي يا علا، تعالي يا ام علا. ايه يا حاج، طمنا، عملت ايه؟ الحمد لله اتفقنا على حاجات كتير قوي. زي ايه يعني؟ زي ان نص الاجهزه هتبقى عليه ونص الاجهزه هتبقى علينا. ايوه كويس. طب وقولي ايه الحاجات برضو التانية اللي احنا هنشيلها؟ احنا هنشيل الستاير والسجاد والمراتب وحاجات المطبخ من جوه، وهو هيشيل المطبخ الخشب اللي هو هيجيبه. طب وبقيت عفش الشقة؟ لا، اي حاجه تانية بقى في الجهاز هتتقسم بالنص علينا احنا الاتنين. طيب كويس كده، طبعا عرفتني الحاجات اللي احنا هنجيبها عشان ابتدي اجيب الحاجات لعلا. يا ستي انت هتبتدي تجيبي لها ليه من دلوقتي؟ الحمد لله الفلوس حاضره وكل حاجه، وقت ما تقرب علا تتجوز ننزل نجيب كل حاجه مره واحده. لا يا حاج، ازاي دي برضو بتبقى فرحة؟ ولا انت بقى مش عايز نفرح بيها؟ لا يا ستي فرحي براحتك زي ما انت عايزه. ده طبعا زائد الحاجات اللي انا هجيبها لها، هي حاجة العروسة يعني، الصيني والهدوم وكل حاجة. ها ايوه طبعا. انت هتجوزيها من غير هدوم ولا ايه؟ ايه يا علا حبيبتي واقفه ساكته ليه؟ لا ابدا يا بابا، فرحانة والله. انا قلت لمحمود كويس ان انت جيت تتفق معايا على الحاجات دي عشان كله يبقى على نور من الاول، وكل واحد عارف عليه ايه وليه ايه. بس انا استغربت يا حاج ان هو جه لوحده، ما جابش حتى والدته معاه. انت عارفه يا حاج الكلام ده كلام رجاله، والدليل ان انا كنت مخليكوا قاعدين جوه. قلت خلي الموضوع ما بيني وما بينه احسن. حتى ما رضيتش اخلي علي ومصطفى يحضروا القعده مع انهم اخواتها يعني، وهم اولى طبعا ان هم يقعدوا في القعده. بس قلت خلاص محمود ما بقاش غريب، وطالما جاي لوحده يبقى ما احرجوش. احنا نبقى قاعدين كتير وهو قاعد لوحده، خلي المواضيع ما بيني وما بينه احسن. ايوه يا حاج، ربنا يبارك لك يا رب. انا هدخل بقى اريح يا بابا. هتخشي تريحي ولا هتكلميه في التليفون؟ ما يا دوبك يا بابا، على بال ما نتكلم شويه وبعد كده هنام علشان الشغل الصبح. انا بهزر معاكي يا حبيبتي، يلا خشي استريحي ولا شوفي هتعملي ايه. ربنا يخليك ليا يا بابا. ويخليكي لينا يا علا اللي واخده الدلع كله بتاعنا. اه طبعا مش بنتنا الوحيده. يا حبيبي ربنا يديك طول العمر انت وامي يا رب. يا رب يا حبيبتي. طب وايه الاجهزه يا حاج اللي هتبقى علينا؟ الاجهزه يا حاجه، التكييفات، البوتاجاز. ما انت عارفه الاجهزه بتبقى كتيره قوي يا حاج، بس اهم حاجه ان انا شايل التكييفات عشان كمان اجيب ماركه كويسه لعلا. انت عارفه علا في الصيف ما بتطيقش الحر خالص. ايوه يا حاج، انت هتقولي ربنا يا رب يكمل لهم على خير. يا رب يا حاج. ايه يا محمود، ما اتصلتش بيا يعني عشان تطمني؟ انا قلت اكيد باباكي قاعد معاكي يا علا وبيعرفك كل حاجه. ايوه دي حقيقه، اول لما انت نزلت نده عليا انا وامي وقعد يتكلم معانا. اديني وافقت اهو على كل اللي قلتي عليه وما عرضتوش في اي حاجه. خلاص يا محمود، وانا مش اتفقت معاك؟ مش قلت لك النص الاجهزه اللي انت متفق عليها انا اللي هجيبها، وانا عارفه ومقدره ظروفك كويس قوي. لا مش الاجهزه بس، انت هترجعي في كلامك ولا ايه؟ والمطبخ الخشب كمان يا علا. يعني هي جت على المطبخ؟ حاضر يا محمود، بس زي ما اتفقنا اتفقنا على ايه يا علا؟ ان لا اهلي ولا اهلك حد فيهم يعرف الاتفاق اللي ما بيننا ده يا محمود. انت يا علا دماغك فيها ايه؟ انا برضو ينفع حاجه زي كده اقولها؟ انت عارف ان انا عملت كل ده عشان بحبك، وشلت عنك حاجات كتير يا محمود عشان الحمد لله انا وظيفتي كويسه ومرتبي اعلى منك يا محمود، مع ان مرتبك كويس برضو، بس انا بتكلم ان انت برضك عشان توضيب الشقه والكلام ده كله. انا كل ده ما يهمنيش، انا اهم حاجه الاتفاقات تبقى ما بيني وما بينك وما فيش حد يعرفها يا محمود. قلت لك عيب عليك يا علا، انا هروح اقلل من نفسي؟ انا مش قصدي كده، قصدي ان الحاجه اللي هتبقى ما بيني وما بينك تفضل ما بيني وما بينك، لان ده اساس هنتجوز عليه بعد كده برضو. لما يكون ما بيننا حاجه في بيتنا ما نستناش حد يعرفها يا محمود، ومشاكلنا نحلها مع بعضينا يا محمود. ايوه يا علا طبعا. هو انت فاكره ايه؟ ماشي يا محمود، اتفقنا. يلا يا حبيبتي بقى مع السلامه، عشان الصبح عندي شغل كتير قوي وانا اتاخرت عندكم قوي يا علا. ماشي يا محمود، مع السلامه. يعلم ربنا يا محمود ان انا عملت كل ده معاك عشان بحبك، عشان اقف جنبك واساعدك، وعارفه ان مرتبي اكبر من مرتبك، بس برضو عارفه ان مرتبك مش قليل، بس كل اللي عملته ده بغرض ان انا اساعدك واقف جنبك، وقبل كل ده ان انا بحبك. ربنا يعدي كل ده على خير يا رب. ايه يا محمود طمني، جابوا الاجهزه اللي عليهم ولا لسه؟ ايوه يا امي، ابوها جاب كل الحاجات اللي عليه. طب وهي ما جابتش الحاجات اللي اتفقت معاك عليها ليه؟ اوعي يا امي تتلخبطي قدامها وتعرفيها ان انت عارفه حاجه، هي عارفه ان ده سر ما بيني وما بينها، مش معرفين اي حد عننا اي حاجه. يا محمود طب ما انا عارفه، وانت قايل لي قبل كده. انا دلوقتي بتكلم معاك انت، هي لما هتجيب الحاجات ديت مش المفروض تجيبها وتوديها على الشقه؟ اصل يا محمود ما ينفعش ان هي تجيبها وتوديها على عندها هناك، كده المساله كلها هتتعرف. يا امي لما تنوي بس تجيب انا هتفق معاها ان اقابلها واخد العربيه منها واخلي الناس يجيبوا الحاجه على هنا، يا اما اخدها واودي الحاجه على طول على الشقه. لا على هنا فين؟ هو في مكان عندي؟ خدي الحاجه وديها على الشقه على طول. حاضر يا امي، مش هي دي المشكله. وقالت لك بقى الماركات اللي هي هتجيبها ايه؟ لا انا ما اتفقتش معاها على حاجه. بقول لك ايه يا امي، انا اتاخرت، انا نازل بقى. طيب يا حبيبي مع السلامه. خايب قوي الواد اللي اسمه محمود ده، قال ايه ما اتفقش معاها؟ ازاي يعني ما تتفقش معاها؟ انت كان لازم تعرف كل حاجه وتعرفها كمان الانواع اللي هي هتجيبها، مش تروح تشتري اي انواع وخلاص وترجع تقول ده انا اتضحك عليا. الحركات دي انا فاهمها كويس ومش هديها فرصه ليها. انا هبقى اتصل بيها واعرفها ايه الانواع اللي هي تجيبها، ويا ريت تجيب الانواع اللي منى بنتي جايباها، احنا مش عايزين ضحك على الدقون من اولها.
ها ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا علا. كده ما بتساليش خالص؟ معلش يا حبيبتي، حقك عليا، مشاغل والله. وانتي طبعا عارفه انا برجع من الشغل امتى. ايوه يا حبيبتي عارفه، ربنا يعينك ويقويكي يا رب يا حبيبتي. اصل انا يا علا كنت عايزه اقول لك على انواع الاجهزه اللي تجيبيها. ها اجهزه ايه؟ الاجهزه كنت عايزاكي تجيبي نفس الانواع اللي منى بنتي جايباها. هي ما شاء الله متجوزه بقالها كام سنه، الاجهزه عندها زي الفل، ما اشتكتش منها خالص ان شاء الله. اصل خصوصا الغساله يا علا بتبقى ايدي ست ورجليها، ولازم انت تجيبيها ماركه كويسه. يوم كده بقي تعالي اخدك ونروح عند منى تتفرجي على الاجهزه اللي عندها عشان تبقي تجيبي نفس الماركات ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، سلمي لي بقى على بابا وماما كتير قوي، واخواتك الصبيان برضه. الله يسلمك، مع السلامه. مع السلامه. ايه اللي حصل ده؟ معقوله تكون قصدها على الاجهزه اللي انا هجيبها؟ ما هو اكيد هي بتقولي الغساله، والمفروض الغساله على محمود مش عليا، يبقى معنى كده ان هي عارفه. معقوله يكون محمود قال لها؟ لا ده انا لازم اتصل بيه واعرف اذا كان قال لها ولا لا. وهو ده الاتفاق اللي ما بيننا يا محمود، ان انت ما تقولش لحد على حاجه ولا تعرف حد حاجه. هيخسى عليك. الو. ايوه يا محمود. ايه يا علا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، مامتك لسه قافله معايا دلوقتي. ايه ده، اتصلت بيكي؟ كانت قايله لي ان هي عايزه تكلمك تسلم عليكي، ما انت ما بتساليش خالص عليها يا علا. معلش يا محمود هبقى اسال، بس انا مكلماك عشان اسالك على حاجه معينه. حاجه ايه يا علا؟ مامتك وهي بتكلمني دلوقتي بتقولي على الاجهزه اللي انا هجيبها، وبتقولي بالذات على نوع الغساله، وانت عارف ان الغساله المفروض كانت عليك انت وانا هجيبها، ومحدش يعرف بالاتفاق ده خالص. ازاي مامتك عرفت يا محمود؟ انت قايل لها؟ لا يا علا، قايل لها ايه؟ دي تلاقيها هي اتلخبطت، انا امي غلبانه قوي يا علا، ما بتفهمش في الاجهزه. ازاي يا محمود وهي بتقولي تعالي عند منى عشان تشوفي الاجهزه اللي عندها عامله ازاي وتجيبي زيها، عشان منى متجوزه بقالها فتره كبيره والاجهزه كلها كويسه عندها. انا قلت لك تلاقيها اتلخبطت يا علا، ولا انت بقى عايزه تعملي مشكله وخلاص؟ لا ولا عايزه اعمل مشكله ولا اي حاجه. عادي يا علا، فوتي، انا قلت لك ان ده سر ما بيني وما بينك، يبقى خلاص مش هرجع في اتفاقي يا علا. ماشي يا محمود، مع السلامه يا محمود. يا علا انت صاحيه ولا نايمه يا بنتي؟ لا صاحيه يا امي، تعالي. ايه يا حبيبتي بتعملي ايه؟ ابدا يا امي، كنت في الحمام بغير هدومي. ايه يا علا، يعني محمود لحد دلوقتي ما جاش لابوكي؟ ليه يا امي، هيجيله هو في حاجه ولا ايه؟ ايه يا بنتي، هو احنا لسه اتفقنا على حاجه؟ اتفقنا؟ ايوه اتفقتوا على كل حاجه. انت دماغك فيها ايه يا علا؟ مالك يا حبيبتي مش مركزه معايا ليه كده؟ طب قصدك ايه يا امي، فهميني. الاتفاقات على الفرح يا علا وكتب الكتاب يا بنتي. مش محمود قال ان هو عايز كتب الكتاب في يوم لوحده غير يوم الفرح؟ فاحنا عايزين نعرف الفرح هيعمله فين. اهم حاجه يا علا الفرح يكون في مكان كويس، وكمان يكون في مكان كبير. انت عارفه يا علا عيلتنا مش قليله، ولا معارفنا يا بنتي، ده انت هيجيلك ناس على ناس. حاضر يا امي هقوله، قولي له وخليه يجي لابوكي عشان يتفق معاه على المكان اللي هيعمل فيه. وخلاص يا علا، ده احنا فاضل لنا حاجات بسيطه قوي، ده انا حاسه ان فرحك بقى قريب قوي يا علا. حاضر يا حبيبتي هقول له والله. ماشي يا علا. ايوه صح، معاه حق، ما احنا يعتبر خلصنا كل حاجه والشقه خلصت وخلاص. يبقى لازم بقى نتفق على الفرح ومكانه. خلاص انا هخلي محمود يقابلني بكره ونتكلم في الموضوع ده عشان برضه نبقى متفقين على كل حاجه، وساعتها بقى يجي البابا ويتكلم معاه. انا هكلمه اقول له. الو. ايوه يا محمود. ايه يا علا، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي انا كويسه، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله على كل حال. انا عايزه اقابلك بكره يا محمود. ليه يا علا، خير في ايه؟ اصل ماما لسه مكلماني دلوقتي ان انت لازم تيجي لبابا وتتفق معاه على الفرح، بيقولوا يعني ان انت كنت عايز يوم كتب الكتاب ده يوم لوحده، فهم بقى عايزين يعرفوا ايه اللي هيتم وانت هتعمل الفرح في انهي مكان بالظبط. والله ما عارف يا علا، انا لسه بصراحه ما فكرتش. طب خلاص ما تيجي نتقابل بكره ونفكر، وكمان نتفرج مع بعض على صور القاعات ونشوف الاقرب للبيت عندنا ونخلي القاعه قريبه. ايه رايك في الاقتراح ده؟ ماشي يا علا، حاضر من عينيا، هقابلك بكره بعد الشغل. خلاص وانا هخرج من الشغل واتصل بيك. ماشي يا علا، مع السلامه. الله يسلمك. يا ترى هعمل الفرح فين؟ ومعقوله محمود عايز كتب الكتاب في يوم لوحده؟ ده معنى كده ان انا هضطر اعمل كل حاجه وارجع اعيدها تاني في الفرح. انا اكيد هشتري فستان واكيد ميك اب وهعمل شعري. انا هشوف هو قصده ايه بكره، انا هتعب نفسي من التفكير ليه. صباح الخير يا امي. صباح النور يا محمود يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايح الشغل؟ يا امي ان شاء الله. طيب يا حبيبي ربنا معاك. يا رب يا امي. صحيح، انا احتمال اتاخر النهارده شويه. تتاخر ليه يا محمود؟ عشان هقابل علا يا امي بعد الشغل، هنخرج، عايزانا اتفق معاها على الفرح. فرح ايه يا محمود؟ هو ايه اللي فرح ايه يا امي؟ فرحي خلاص، ده احنا يعتبر خلصنا كل حاجه، فاضل بس تحديد ميعاد يوم كتب الكتاب ويوم الفرح. انت عارف يا محمود اقل فرح دلوقتي هيتكلف كام؟ وهم طبعا هيقولوا لك اعمل لنا الفرح في قاعه كبيره عشان تليق بيهم وبمقامهم. اكيد يا امي، بس انا اصلا كنت طالب كتب الكتاب في يوم منفصل ونعمله برضه في مكان شيك وحلو. ايوه برافو عليك. الناس دلوقتي ما بتعملش افراح يا محمود. عارف الناس بتعمل ايه؟ بيعملوا ايه يا امي؟ بياخد عروسته ويطلعوا يعملوا عمره بفلوس الفرح عشان يبتدوا حياتهم كده حياه حلوه وكويسه مع ربنا. هي فكره حلوه قوي،
وانا ممكن اقول لعلا عليها؟ ده انت لازم تقول لها عليها وتقنعها كمان، هي مش فلوس بتترمي على الارض وخلاص يا محمود. وبعدين اديكوا هتعملوا فرح في كب الكتاب، لازمته ايه بقى فرح تاني؟ يوم الدخله هو اي فلوس وخلاص؟ المفروض يبقى قلبها عليك شويه، ولا هي عشان اهلها معاهم وهي بتقبض مرتب قد كده؟ خلاص يا امي، انا هروح اقابلها واقول لها، وفعلا دي فكره حلوه. خلاص شوف هتعمل ايه وبقى تعالى قول لي. حاضر يا حبيبتي، المهم لو اتاخرت ما تقلقيش. لا يا محمود ما تتاخرش كتير قوي برضه علشان تيجي وتقول لي. حاضر يا امي. ايوه كده، بلا فرح بلا كلام فارغ. والله ما حد عايز يطلع العمره دي غيري، واحده غيرها لو كويسه تطلعني معاهم. ما هي مش فقيره وعلى قلبها فلوس قد كده، دي اشترت بقيه الاجهزه الكهربائيه كلها. وعايزه ابني ما يقوليش ليه ان شاء الله ما يقوليش، اخر تربيتي فيه هيخبي عليا؟ احنا مالنا انت تخبي على اهلك ولا ما تخبيش؟ دي حاجه ترجع لك انت مش ترجع لنا احنا. اما اشوف محمود هيعمل معاها ايه النهارده. هي يا محمود عامل ايه؟ وحشتني قوي. وانت كمان يا حبيبتي وحشتني قوي يا علا، يعني لولا ان انت بقى عايزه تتكلمي معايا في الفرح، لولا ان انت جيتي قابلتيني. ليه يا حبيبي بس؟ ما انت لسه كنت عندنا من كام يوم. بس انت برضه بتوحشيني، انا ماليش غيرك يا علا، انت حبيبتي وصاحبتي وكل حاجه ليا في الدنيا. الله على الكلام الحلو، ربنا يخليك ليا يا محمود. انا بقى اللي مش عارفه من غير كلامك ده هعيش ازاي. يلا اتكلمي بقى وشوفي عايزه تقولي ايه. بقول لك ايه رايك دلوقتي نعمل بحث عن القاعات ونشوف اكبر قاعه وافخم قاعه نختارها؟ طب ايه رايك بقى اللي عنده حاجه تانية خالص غير القاعه والفرح وهتفرحك وهتبسطك قوي قوي يا علا؟ والله خير يا محمود، في ايه؟ ايه رايك بدل ما نعمل فرح نطلع انا وانت نعمل عمره؟ هي ايه اللي بتقوله ده يا محمود؟ ايه مش عاجباك الفكره ولا ايه؟ لا مش قصدي، هي فكره حلوه طبعا ومحدش يقدر يقول عليها حاجه، بس انا يا محمود حلم حياتي يوم ما البس الفستان الابيض وادخل بيه القاعه والناس كلها تبقى مستنيه العروسه ويقعدوا يبصوا لي، وانا ابقى فرحانه بنفسي قوي يا محمود، وفرحانه بيك وفرحانه بكل حاجه حوالينا. ازاي يعني ما اعملش فرح؟ بعدين اهلي ومعارفنا وقرايبنا دول مستنيين فرحي بفارغ الصبر، بيقولوا لي احنا مستنيين فرحك يا علا اكتر حاجه. تيجي انت دلوقتي يا محمود تقولي ان احنا مش هنعمل فرح؟ طب ازاي؟ يا علا فهميني، انا بكلمك في الصح. وبعدين احنا هنفرح في كب الكتاب وهتلبسي فستان، وكب الكتاب برضه هنعمله في مكان شيك. اسمعي كلامي يا علا، احنا نبدا حياتنا كده وربنا راضي عننا. بس ابويا وامي واخواتي الصبيان عايزين يفرحوا بيا، دول مستنيين الفرح بتاعي اكتر مني انا نفسي. طيب ما انا هقول لك حاجه حلوه، احنا نقدم على العمره ونروح، ولو بقى فلوس منها ايه رايك نروح اسبوع نتفسح في اي مكان حلو تختاريه، واوعدك ان في كب الكتاب هعمل لك احلى حفله، اللي هو هخلي الناس كلها تفتكر ان هو ده الفرح من كتر ما هعمل لك حاجه حلوه يا علا. مش عارفه يا محمود، خايفه اقول لك ارجع اندم، وخايفه اقول لك لا برضه ارجع اندم. اسمعي كلامي يا علا، انا قلبي عليكي، اصل هتبقى بايخه قوي لو عملنا فرح ونرجع نعمل فرح تاني، لكن احنا هنعمل فرح في كب الكتاب والناس كلها هتبقى عارفه ان احنا طالعين نعمل عمره، وكمان هيبقوا عارفين ان احنا طالعين اسبوع عسل نتفسح. عايزه ايه بقى اكتر من كده؟ ده انا متهيالي هيحسدوك يا علا. طيب ما بلاها من الحسد ده خالص يا محمود ونعمل الفرح. اسمعي كلامي بقى يا علا، مالك بقت دماغك ناشفه وما بتسمعيش الكلام كده ليه؟ ده انا قلت ان انت هتفرحي قوي. افرح بايه بس؟ يا علا اسمعي كلامي، خلينا نبتديها بتاعت ربنا احسن. خلاص يا محمود اللي انت شايفه، بس تعالى بقى لبابا وقول له كده. حاضر يا علا، بس مش دلوقتي، اصبري عليا شويه. هصبر عليك قد ايه يعني؟ استني يا علا، في حاجات كده هجهزها بسيطه وبعد كده اجي اكلمه، وبعدين ما تقولي لهم انت وتعرفيهم ايه اللي هيجرى يعني. ماشي يا محمود، هشوف الدنيا فيها ايه. ماشي يا علا. مالك يا امي قاعده زعلانه كده ليه؟ ابدا يا محمود ولا زعلانه ولا حاجه. لا يا حبيبتي، ده انت فيكي حاجه، عرفيني. كل ما اكلم علا في التليفون واقول لها يا علا ده انا نفسي اعمل عمره، نفسي اطلع يا علا، تقول لي ان شاء الله يا ماما ربنا يحقق لك اللي انت عايزاه. هو ده اللي ربنا بيقدرها عليه يا محمود؟ دي ما شاء الله عليها يا محمود، معاها فلوس يعني تقدر تطلعني العمره، ده انا نفسي اروح هناك قوي. انا مش عارف يا امي، وبعدين انت عارفه انها اصلا كانت هتشارك معايا في كل ده من غير اصلا ما اهلها يعرفوا، هم فاكرين ان انا اللي كنت هعمل الفرح وكل حاجه لوحدي، وفين وفين على ما اقتنعوا. دي تعبت معاهم قوي لانه كانوا عايزيننا ان احنا برضو نعمل فرح، وقالوا لنا بعد ما تتجوزوا بعد كده ربنا يكرمكم اعملوا عمره. بس علا ما سكتتش، قعدت تقول لهم لا، مع اني عارف انها مش مقتنعه، بس عملت كل ده عشاني. لو بتعمل كل ده عشانك كانت عملت حساب امك. وانا ما يخلصنيش زعلك يا حبيبتي. طب بقول لك ايه رايك تعزميها وتجيبيها هنا وتقولي لها؟ هقول لها يا محمود، هقول لها يمكن تحس بيا. ماشي يا امي، كلميها وسيبي الباقي بقى عليا انا هعرف اقنعها ازاي. ماشي يا حبيبي. تسلم ايدك يا ماما على الاكل، والله انا مش عارفه تعبتي نفسك ليه، تعبك راحه يا علا يا بنتي، واحنا هيجيلنا يعني اعز منك؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. وقررت يا محمود هتسافروا امتى ان شاء الله؟ اول يا ماما ما الورق يخلص. كان نفسي قوي اسافر، امنيه حياتي. في ايه يا ماما بس بتعيطي ليه؟ نفسي اسافر يا علا، نفسي اروح ازور البيت يا بنتي.
طب ما تعيطيش، ان شاء الله ربنا يكتبها لك. ما تعيطيش يا ام، انت دموعك غاليه عليا وما اقدرش اشوفك كده ابدا. تعيش يا حبيبي، انا مش عايزه حضرتك تزعلي، كل حاجه بميعاد، واكيد ربنا شايل لك حاجه احسن ان شاء الله يا علا. والله العظيم انا زهقت. هو ايه الحكايه دي؟ من ساعه ما عرفت ان انا وابنها هنسافر وهي كل شويه تتصل بيا، اديني اهو لما اتعزمت عندهم قعدت تعيط. طب بتعيط ليه؟ المفروض ان انا اعمل لها ايه؟ اهم حاجه غريبه قوي، انا حاسه انها زودتها. الو. ايوه يا محمود. هي يا علا حبيبتي طلعتي؟ ايوه طلعت. ايه شعورك باللي حصل النهارده ده يا علا؟ ايه شعوري من ناحيه ايه يعني؟ مش فاهمه. يعني ايه شعورك من ناحيه دموع امي دي؟ ما صعبتش عليكي ولا ايه؟ يعني ايه مش فاهمه برضه يا محمود؟ انا عادي بسالك يا علا، كمان يعني مش عارف احساسك كنت حاسه بايه وانت شايفاها بتعيط ومقهوره كده على حاجه انت هتعمليها وهي لسه مش هتعملها، والمفروض ان ده حلمها هي. والله يا محمود انا بعمل اللي عليا وبدعي لها ان ربنا يحقق لها حلمها، ما هي لازم تطلب من ربنا، امال هتطلب من مين يا محمود؟ انت اصلا من الاول ما كانش في دماغك العمره يا علا، هو بالعافيه انا اللي اقنعتك بيها. فانا بقى عندي اقتراح يا علا، ايه رايك لما نخلي ماما هي اللي تطلع العمره وانا وانت يا حبيبتي لسه العمر قدامنا براحتنا بقى، وبعدين اللي انت هتعمليه معاها ده يا علا هيكون اكبر جميله، هشيلها لك يا حبيبتي فوق راسي، وهي عن نفسها هتدعي لنا وهتحسي والله كانك انت اللي سافرتي، لان انت هتعتبر عملتي خير يا علا. بس ده ما كانش اتفاقنا يا محمود. ما كنتش اعرف يا علا ان امي هتتاثر قوي كده وهتبقى مقهوره على نفسها قوي كده. وبعدين يا ستي لو انت مصممه قوي تروحي العمره يبقى خليها بقى هي تطلع مكاني وطلعوا انتوا الاتنين سوا، لان انا بصراحه ما يهونش عليا اطلع وامي هي اللي نفسها فيها. بسم الله ما شاء الله، يعني انت عايزني اطلع شهر العسل مع مامتك؟ وعلى ايه بقى الحكايه دي؟ بلاش منها خالص، احنا نرجع لاتفاقنا القديم اللي هو ايه يا علا؟ ان احنا نعمل فرح يا محمود، وده اللي كان نفسي فيه وكنت بتمناه. يعني انت عندك استعداد تلغي السفريه خالص يا علا والعمره عشان ما حدش يستفاد؟ وطبعا اهم حاجه عندك ان امي ما تطلعش العمره. بس انا مش هلغي كل حاجه يا محمود، انا هلغي العمره بس، والفرح هنعمله زي ما قلت لك، وكمان هنسافر اسبوع نتفسح زي ما انت قلت، او حتى 3 ايام، بلاش اسبوع. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت كل همك نفسك؟ واخر كلام بقى عندي يا علا، الفلوس اللي معايا اللي انا شايلها انا هطلع بيها امي عمره، انا ما اضمنش عمرها ولا عمري يا علا، وده بقى مش لعب عيال، واحنا اتفقنا خلاص ان مش هيبقى فيه فرح، ما تجيش بقى بعد كل ده تغيري رايك وتقولي هرجع الفرح تاني. احنا ما اتفقناش على كده يا محمود، احنا اتفقنا ان مكان الفرح احنا هنطلع عمره، بما اني بقى ما فيش عمره يبقى في فرح. انت مش بنت اصول يا علا، لو كنت بنت اصول كنت عرفتي تبدي الست الكبيره عن نفسك ومصلحتك، كنت حبيتي تفرحيها، لما تفرحيها هيبقى كأنك انت فرحتي. مع السلامه يا علا. بقى بتقفل السكه في وشي يا محمود؟ طيب تمام ماشي، ما يجراش حاجه، انا هشوف اخرك ايه. انا حاسه ان في حاجه بتتلعب من ورايا، وعامه كله هيبان. مالك يا علا؟ انا حاسه يا بنتي ان انت اليومين دول متضايقه قوي، ما تصارحيني يا حبيبتي مالك؟ ماليش يا ام انا كويسه الحمد لله، انت متخانقه مع محمود ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، ده حتى لسه مكلمني من شويه. امال مالك يا علا؟ مش عارفه يا امي، شكلي متضايقه كده من غير سبب، ساعات بتيجي لحظات على البني ادم بيبقى متضايق من غير سبب، وانا حاسه ان انا كده اليومين دول. طب استغفري يا حبيبتي وصلي، صلي ركعتين يا علا، ربنا يفك الضيقه والكرب اللي انت فيه يا بنتي. حاضر يا ام، ربنا يصلح لك حالك يا بنتي، يا رب يا حبيبتي. محمود بقاله اسبوع ما بيكلمنيش، بس انا طبعا ما اقدرش اقول لامي كده عشان ما تزعلش، واكيد هتبقى عايزه تعرف ايه هو سبب الخصام. بصراحه من بعد الموضوع اللي حصل ده وانا حاسه ان في حاجه بتحصل من ورايا، وخصوصا من بعد ما مامته عرفتني على حوار الاجهزه، والمفروض ان ده كان بقى سر ما بيني وما بين محمود، محدش ابدا يعرفه، والاتفاق ده حصل ما بيننا عشان انا بحبه وقلت اقف جنبه وما شايلوش هم حاجه، بالرغم ان اهلي والله العظيم جايبين لي احلى جهاز، هو زاد وغطى موضوع العمره من ساعة ما عرفت ان احنا طالعين، وهي كل شوية تكلمني وتقعد تقول لي انا نفسي اطلع. المشكلة مش في كده، المشكلة في رد فعل محمود، انا مش عاجبني رد فعله، وبصراحة بقيت حاسة ان هما الاتنين بيعملوا عليا افلام. انا بصراحة دلوقتي مش عارفة اتصرف ولا اعمل ايه، وازاي اقول لاهلي على موضوع الفرح، خصوصا على فكرة ان انا ما قلتلهمش على موضوع العمرة ان انا وافقت عليه، ولا جبت لهم سيرة اصلا. كنت مستنية محمود هو اللي يجي يقول لهم عشان يبقى موقفه كويس قدامهم، هو برضه لو فركشت مع محمود هقول لاهلي ازاي على موضوع الاجهزه؟ انا اي حاجه كنت بشتريها واي حاجه كانت بتنقص الشقه انا كنت بجيبها واديها له يوديها على هنيه. انا بجد مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. ليه يا علا؟ ليه يا علا يا حبيبتي تعملي في نفسك كده؟ ليه تقللي من قيمه نفسك؟ ليه تجيبي له حاجات هو المفروض هو اللي يجيبها؟ انت عارفه معنى كده ايه؟ ان انت اشتريتي الجهاز كله يا علا، اصل ايه متبقي تاني عشان يتقسم ما بينك وما بينه؟ وحتى دي اكيد كان هيشيلك منها حاجات. هي ازاي يا علا تخلي نفسك تجيبي كل الاجهزه الكهربائيه دي؟ كتير قوي يا علا، بالتكييفات كمان. طب عارفه لو من غير تكييفات كنت هقول ماشي، لكن انتي قلتي ان التكييفات كانت على باباكي والاجهزه الصغيره وفي اجهزه تانية عليه، هو كده يبقى شايلك الليله كلها. انا عايزه بقى اسالك سؤال يا علا، هل من الطبيعي ده لو شخص محترم انه قعد مع باباكي قعده رجاله واتفق معاه على حاجات يجي من ورايا يا علا ويتفق معاك انت على حاجات تانية يخليكي تجيبيها وتشيليها؟ هو ممكن تقولي لنفسك ما هي من مرتبي انا مش مشيله اهل حاجه، ولو يا علا
ما هي دي فلوسك وشقاكي برضه، ومش من حقك تديها له يجيب حاجه هو المفروض يجيبها. وفعلا زي ما المتابعين بيكتبوا، اي واحد يقول لاي واحده الاتفاق ما بيني وما بينك من غير ما اهلك يعرفوا، تعرفوا ان في حاجه غلط. وحتى يا ريته احترم الاتفاق دوت. هلا راح خلف اتفاقه معاكي وراح قال لمامته على كل حاجه. اظن الكلام قوي كان واضح ليكي، وانت اللي قايله كده بنفسك ان انت حسيتي انها عارفه كل حاجه. لما واجهتيه هو نكر. ازاي يعني ينكر؟ مامته صغيره عشان ما تبقاش عارفه هي بتقول ايه؟ لا يا علا، هو قايل كل حاجه لمامته فعلا زي ما انت ما بتقولي، حاجات كتير قوي ما بينه وما بينها. اشمعنى يعني العمره حلت دلوقتي لما انت هتطلعي انت وهو؟ ولا ده بقى كان اتفاق ما بينهم من الاول ومش قايلين لك، وحب يمشي خطوه خطوه عشان يوصل للنقطه دي في النهايه؟ وعلى فكره يا علا، لو كان هو برضه شخص محترم وقعد مع باباكي وبيحترم، كان قال له انا مش في امكانياتي اجيب الحاجات دي وامكانياتي اجيب حاجات تانية. اظن ساعتها باباكي كان هيحترم، كنتوا انتوا هتصبروا عليه ويجيب الحاجات براحته. لكن هو بقى استحلى الطريق الاسهل، ان هو يجبرك ان انت تجيبي حاجات. اسفه على ان اقولك بيجبرك، ان انت عملتي كل حاجه برضاكي وعملتي نفسك جدعه يا علا. اشربي بقى في الاخر بالله عليكم، بلاش نبدل الادوار. الراجل راجل والست ست، الراجل عليه حاجات والست عليها حاجات، ولو الست مش هتجيب الراجل هيقوم بكل حاجه وما يتكتبش قايمه حسب شرع الله. ايه كميه الاستغلال اللي بقينا فيها دي؟ ايه كميه الرجاله اللي ما بقتش رجاله دي؟ كله عايز يخلي مراته تشتغل، يا اما خطيبته تجهز معاه من ورا اهلها في جهازه. ايه اللي بيحصل ده؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ بالله عليكم اعرفوا قيمه نفسكم، خليهم هم كمان يعرفوا قيمتكم. اللي بيتجاب بالساهل بيتباع بالساهل والله العظيم. بصي يا علا، الحل الوحيد دلوقتي يا حبيبتي ان انت هتديه مهله، واوعي تتصلي بيه لحد ما تشوفي هيعمل ايه. وعايزاكي بقى تتجرأي كده وتاخدي الخطوه وتروحي تقولي لباباكي ومامتك على كل حاجه. تقولوا لهم الامر 1 2 3، تقولوا لهم على كل الحاجات اللي انت جبتيها، وقبل اي شيء تقولوا لهم ان انت غلطانه وتعتذري على اللي انت عملتيه. وما شاء الله ربنا يخلي لك اخواتك الاثنين، هما برضو رجاله وهيقدروا يقفوا جنب باباكي وجنبك، وان شاء الله تاخدي حقك منه. اللي زي ده شخصيه لا يؤتمن يا علا، خصوصا ان كل حاجه يقولها لمامته. بعد كده كل حاجاتكم في البيت هتتقال لمامته، يعني بيتك هيبقى كتاب مفتوح يا علا لمامته. واللي زي ده ما يبقاش راجل. الراجل اللي خرج سر بيته حتى لامه ما يبقاش راجل يا علا. في البيوت اسرار يا حبيبتي، والسر لو خرج ما بين اتنين ما يبقى السر يا علا. ودي نصيحتي ليكي، اوعي تخليه ينصب عليكي ولا ياخد الحاجات. استغلي ان انت عملتي كده من ورا اهلك. ويا علا، يا علا والله العظيم انا عرضت فيديوهات كتير نفس الحوار. بلاش يا بنات تعملوا كده، بلاش ترخصوا نفسكم باسم الحب. الحب بيعزز وبيكبر وبيعلي الكرامه. بالله عليكم خلي بالكم من نفسكم. وفي نقطه كمان عايزه اعلق عليها يا علا، هم عزموكي في البيت عند مامته، ما كانش ينفع تروحي لوحدك يا علا. انت ما تضمنيش يا حبيبتي ايه اللي يحصل. بالله عليكم التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتضيع الدنيا. خلي بالكم على نفسكم، الدنيا ما بقاش فيها امان، وده احنا كلنا شايفين ايه اللي بيحصل. ربنا ينجينا ويرحمنا ويبعد عننا ولاد الحرام. وده رايي يا حبيبتي، وربنا معاكي. هتسمعي برضو راي المتابعين، هيقولوا لك تعملي ايه وتتصرفي ازاي. ربنا يصلح حالك يا رب. واول حاجه عايزين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، عشان دي الحاجه الحلوه والحسنه اللي تقعد لكم ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرح. وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل، عشان دي الحاجه الوحيده اللي بترفع الفيديو، وبالذات اللايك يا احلى عيله، عشان بيساعد الفيديو انه يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، عشان ان شاء الله القناه تكبر وتكبر بكم يا احلى عيله في الدنيا. وفي الاخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.